ركز معايا، لو حاسس انك مش مبسوط وانت بتتفرج على الاهلي ومش مطمن كده رغم ان الاهلي اصلا كسبان، فاحب اقول لك اهلا وسهلا بيك وافتح لي قلبك وحلقه جديده هنتكلم فيها عن اهلي مارسيل كولر وايه اللي ناقص عشان نرجع ننبسط تاني واحنا بنتفرج على الاهلي. تعالى هنا، انت عملت شير ولايك وسبسكرايب ولا لا؟ خلاص انا عذرك انت بس انزل دلوقتي اعمل لايك وشير للفيديو ده واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زرار الجرس. الاهلي بعد موسيماني اختلف كتير جدا عن الاهلي قبل موسيماني، وكان واضح للجميع فكره ان انا مش عايز مدرب بيكسب بطولاته بس، وعشان كده التفكير الاول كان من الاداره في مدرب هجومي بيلعب كوره حلو واللي هو ان شاء الله في النص كده هيجيب لنا شويه بطولات. اختيار ريكاردو سواريش ما كانش الصراحه احسن حاجه، وده لان سواريش ما كانش قادر يواكب فكره ان هو بيلعب في نادي كبير تحت ضغط اعلامي وجماهيري كبير جدا، فكان لازم ساعتها التوجه من الاداره يكون لمدرب كبير لعب في اجواء اوروبيه واحتك ببطولات وشحن جماهيري. ايوه بالظبط، مارسيل كولر بعد ما درب انديه كتير قرر ان هو يروح يدرب منتخب النمسا من 2011 ل 2017 عشان يوصل بالنمسا لتاني بطوله يورو بعد 2008 اللي كانت النمسا اصلا منظماها، وفي الفتره دي قدر منتخب النمسا انه يوصل لافضل تصنيف في تاريخه في المركز العاشر عالميا. خلونا الاول نعرف مارسيل كولر اكتر تكتيكيا وشخصيه خارج الملعب وداخل الملعب. مارسيل كولر من محبي الكره الهجوميه، مش معنى كده انه هجومي بحت، ولكن هو بيحب يلعب كره هجوميه. مدرب سويسري من مدرسه المانيه، مدرسه المدرب رينيه فايلر الله يمسيه بالخير. وخلونا في البدايه نبدا بالخطه الاقرب لمارسيل كولر 4-2-3-1، والاعتماد على اثنين في خط النص، واحد منهم يقدر يقوم بمهمه الديفندر وقطع الكرات وغلق مساحات التمرير واللي بتصعب المهمه كتير على الخصم في الحاله الهجوميه، وفي نفس الوقت يكونوا قادرين على التحرك بالكره لقدام، ودايما عينيهم لازم تكون على الرباعي الهجومي، وفي نفس الوقت لازم تكون عينيهم دايما على المرمى وعندهم قدره كويسه على التصويب. لا ثانيه واحده، احنا عندنا حد اصلا بيعرف يعمل كل ده؟ احب اقول لك حد واحد صعب، وعشان كده دايما مارسيل كولر بيحاول ان هو يعتمد على اثنين في خط النص يقدروا ان هم يكملوا بعض في النقطه دي، وديانج بين الثلاثه هو الجوكر اللي يقدر يلعب جنب السوليه ويكون ديفندر بيقطع الكور ويبدا ان هو يتقدم بيها وبيهاجم لو احتاجتوه. اما لو لعب جنب حمدي فتحي بيكون هو اللاعب اللي بنعتمد عليه عشان يطلع بالكره لقدام، معتمد على الدريبلينج بتاعه، واللي ظهرت في اكتر من مره وكان اخرها هدفه في انبي عشان ياخد الكره من نص الملعب ويبدا ان هو يعدي اكتر من لعيب ويوصل لمنطقه ال18 ويحط الجون. اما لو اعتمدت على السوليه جنب حمدي فتحي او ديانج فهو اللاعب اللي قادر انه يدي التمريرات الطوليه في ظهر خط الدفاع، التمريرات الطوليه اللي بيعتمد عليها اصلا مارسيل كولر بشكل كبير في انه يوصل الكره من نص الملعب للجناح. كمان عمرو السوليه عنده قدره كويسه جدا على التصويب واللي شفناها في هدف الاهلي الاول على احمد الشناوي في ماتش بيراميدز، عشان كده يعتبر مارسيل كولر عنده استقرار كبير جدا في الحته دي. امال المشكله فين؟ استنى وهتعرف كل حاجه. خلينا بس دلوقتي نروح للحته الدفاعيه وهي الاقل عند كولر من كل جوانب الملعب. كولر ما بيقدرش يركن ورا، مش معنى كده انه ما بيعرفش يدافع، ولكن هو ما بيحبش يركن ورا، ودايما بيحب يعتمد على ان الاثنين باكات يطلعوا يساندوا في الشق الهجومي مع الاثنين جناحات بتوعنا. المهم ان كولر في الفكره دي بيواجه مشكلتين، الاولى ان الارتداد الدفاعي الباكات الاهلي بطيء جدا، ان كان لعلي معلول بسبب السن او محمد هاني بسبب لا بلاش، ودي اللي بيحاول يحلها كولر بطريقه بتنجح ساعات وبتفشل ساعات اكتر. فانا هرجع بديانج والسوليه نحاول نوازن قلب الملعب وندي حريه للاثنين سنتر باكات في ان هم يغطوا المساحه الفاضيه اللي ورا الاثنين باكات. والمشكله الثانيه ان مفيش غير جبهه واحده بس اللي فعاله وناجحه وهي جبهه علي معلول، انما جبهه محمد هاني فهي اقل فعاليه بشكل كبير، واللي كانت محلوله قبل اصابه اكرم توفيق، لان اكرم توفيق اصلا دفاعي فكان كولر بيديله تعليمات دفاعيه بس. اما اثنين قلوب الدفاع فكولر بيتعامل معاهم بحرفيه وبخبره كبيره جدا، عارف قدرات كل قلب دفاع عنده وبيبدا ان هو يوظفه على حسب هو محتاجه في ايه. انا هحتاج كرات طوليه فانا معايا عبد المنعم وياسر، ولو عاوز لعب مباشر في نص الملعب فانا اكيد هعتمد على محمود متولي. فميزه كولر دفاعيا انه بيذاكر كويس الخصم وبيبدا يستخدم المفاتيح اللي معاه على حسب المباراه. نوصل بقى للهجوم واللي هي مشكله كولر الاساسيه مع الافراد اللي موجودين في النادي حاليا. فكولر بيعتمد على اكتر من تكتيك في حاله طلوع الباكات
الباكات، وان هما بيقدروا يدوا الحلول الهجوميه عن طريق العرضيات او الباص ال1-2 ما بينه وما بين الجناح، او حتى الباص الثلاثي اللي بيعمله مع الجناح وصانع الالعاب، واللي بيقدر من خلالها انه يضرب تكتلات دفاعيه كبيره ويخترق للعمق ويخلي الجناحات توصل لل18 بسهوله، واللي من خلالها الوينج قادر انه يعمل عرضيات اللي لو في مهاجم على الاقل عادي جوه ال18 كان زمانها اتحولت لكم كبير من الاهداف. متطلبات كولر واضحه جدا، وينجات حريفه وقادره تنفذ التكتيك بتاعه، مهاجم فينيشر على الارض وبالراس، وصانع العاب مزيج ما بين قفشه وبرونو سافيو في الحته دي. قفشه اللي بيدور الكوره من اليمين للشمال وفي نفس الوقت قادر انه يدي التمريره اللي بتضرب الدفاعات وبتطلع المهاجمين بانفراد مع الحارس، وبرونو سافيو اللي لما بيلعب صانع العاب بيكون دايما عينه على المرمى وكويس جدا في التصويبات. وطبعا ده لان برونو عنده ميزه كويسه قوي، وهي انه واضح من لمساته ان هيكون اضافه كبيره قوي للاهلي، وان مهاراته كويسه وقراراته سريعه ومش بيفكر مرتين. بسم الله ما شاء الله. كولر من كتر ما مهاجمين الاهلي الفينش بتاعهم اوحش من بعض مش عارف يحدد مين فيهم احسن الوحشين، ان كان شادي حسين او محمد شريف او بيرسي تاو. ولا تلاحظوا في ان كولر من ساعه ما تولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي ما ثبتش على الرباعي الهجومي ماتشين ورا بعض، واللي يعتبر النجاح الوحيد اللي كولر قدر انه يقدمه في الاعتماد على كريم فؤاد كوينج حريف وعرضياته حلوه وفينشه كمان حلو على المرمى. وكتكتيك بقى اصلا كريم فؤاد يعتبر اكتر واحد ان لم يكن الوحيد اللي قادر انه ينفذ تعليمات مارسيل كولر وفكره، وان باقي الاسامي للاسف ضعيفه تكتيكيا بالنسبه لمارسيل كولر. كولر بره الملعب شخصيه طيبه بتحاول ان هي تكسب اللعيبه والاداره والجمهور، عكس مدربين زي جوزيه مثلا او موسيماني اللي كان بيقدر ان هو يكشم للعيبه عشان يخليهم يسمعوا كلامه. الحاجه اللي عيبها اكبر من ميزتها عندنا في مصر، واللي ممكن توصل ان في لعيبه بتقدر تسيطر على المدربين وتمشي كلمتهم عليها، زي مثلا لقطه قفشه لما قرر انه يشوط البنالتي وضيعها. اما كولر داخل الملعب فهو كويس جدا بالنسبه للي شفناه، بيذاكر كويس الفريق اللي هيلعب قصاده وبيشوف نقاط ضعفه وعلى اساسها بيلعب عليها. فلو الفرقه بتحب ان هي تستحوذ على الكوره فاستحوذ على الكوره، وهقدر ان انا العبك بالهجمات المرتده. ولو زي معظم فرق الدوري المصري اللي احنا بنلعبها وان هي هتسيب لك الكوره وتلعب على الهجمه المرتده، فكمان مارسيل كولر قادر بفكره الهجومي انه يواكب الفرق دي ويتفوق عليها. طيب هل مارسيل كولر بعد ما يتنفذ له طلباته هيكون قادر انه يطور من اداء الفريق وشكله؟ صراحه على حسب صبره وادارته للموقف وادارته كمان للعيبه، ولكن لو عرف يوظف كل الادوات اللي معاه واللي هتجيله كويس، فانا اتوقع ان مارسيل كولر مش هيكون بس مدرب كويس، لا كمان هيكون ليه بصمه مع النادي الاهلي. وطبعا زي ما كلنا بنتمنى ان يكون اداء النادي الاهلي في الفتره اللي جايه احسن، وبالذات ان احنا داخلين على كاس العالم للانديه. قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، وهل شايفين ان مارسيل كولر هيقدر ينجح في الفتره اللي جايه ولا لا؟ والسلام.